في بقى حتة سمكة كده. طبعا ده سمك ماكريل، بصوا حاجة يعني عظمة اهو. مساء الفل. تعالوا نعمل فكرة غدوة بأقل من 100 جنيه، يعني في حوالي رينج 80 جنيه. بس المفاجأة ان انا بعد ما هديكم فكرة الأكلة البسيطة السهلة الجميلة دي، الفكرة بتاعتنا كلها هتتغير بعد شوية في الفيديو، وهنغير لأكلة تانية خالص. هي يعني تعتبر ليها علاقة بالأكلة دي، بس يعني خلينا نشوف الفيديو. جبت بطاطس وقشرتها. عايزه اقول لكم ان يعني هي فكره المقشره حلوه ومش بتهدر كتير من الحاجه، بس مع الحاجات الصغيره اللي زي كده بتدوخني صراحه. المهم يعني هنقشر شويه بطاطس وهنغسلهم كويس قوي، وبعد كده هنقطعهم بقى صوابع، الطريقه اللي تريحكم بقى، عايزينهم صوابع عايزينهم شيبسي، يعني زي ما تحبوا ولادكم يحبوا. بعد ما قطعناهم صوابع هنشطفهم شطفة كمان، او ممكن تخلوهم بالنشا بتاعهم كده. انا في الاغلب بخليهم عشان بحس ان النشا اللي على البطاطساية ده بيخليها تقرمش كده، تبقى مقرمشة حلو. المهم قطعت البطاطس و عملتها كده صوابع، وهبتدي بقى ان انا ايه احمرها في الزيت بعد طبعا ما احط لها ملح وخل وكده. ممكن ما تحطولهاش حاجه وتحط لها توابل بعد القلي، بس انا بالنسبه لي البطاطس المقليه او المحمره دي هي ملح وخل قبل التحمير بس، وبعد كده ما بحطش اي حاجه. تمام. بعد ما نقطعها بقى التقطيعه الحلوه دي هنحمرها ايه في الزيت، وخلوا بالكم يعني حاولوا ما الزيت ما يبقاش متراكم عندكم بقاله فتره طويله، لان ده بيبقى يعني خطر على الصحه. الفكرة ان احنا بعد ما هنحضر كل التحضيرات دي احنا هنغير الاكلة تماما، هنعمل شيفت كده على الاكلة خالص، زي شيفت الكارير كده، هنغير الاكلة تماما علشان احدهم اعترضوا على الاكلة اللي هي بتاعت النهاردة وقالوا ما بنحبهاش. المهم زي ما احنا ماشيين عادي خالص، عملنا البطاطس اهي قطعناها، وهنبدأ نحط لها الملح. لو لسه بتتابعوني لحد الجزء ده اتمنى تعملوا لي لايك او اي كومنت جميل منكم على الفيديو، تشجيع ده هيساعدني جدا. المهم في الوقت ده بقى انا كان لازم احضر الاكله التانية هي الحقيقه تونه. التونه عرفنا يعني كتير قبل كده ان هي لازم نحط لها معاها بصل علشان فيها زئبق. تمام كده. وانا قبل كده اكلتها من غير بصل، الحقيقه حسيتها مش عارفه كانت تقيله على معدتي ليه، ما كنتش مستحملاها. المهم قبل ما نقطع التونه بشويه وقت كده، يعني مثلا ربع ساعه ولا حاجه، خلينا نقطع البصل ونحط عليه سكر. طبعا كل الحاجات دي كميات بسيطه، يعني سكر صغير قليل وخل وملح، ونقلبه مع بعض ونسيبه. ويفضل ويا سلام لو البصل كان احمر مش ابيض زيادة. البصل الابيض ده حامي بزيادة، البصل الاحمر بيبقى مسكر وحلو، ونسبة الحمو اللي فيه مش قوية اوي. بعد ما تحطوا بقى ممكن تحطوا كمان، انا حطيت كمان الفلفل من الاول، التونة بتحتاج برضو الفلفل، وهنقلبهم ونسيبهم على جنب شوية. ايه فايدة الموضوع ده؟ فايدته ان هو يعني بيخلي البصل يبقى ما يتعبش المعدة، ويبقى ايه خفيف كده وسهل ولذيذ وما يحرقناش وكده. تمام كده. بنسيبه على جنب بقى، ما نحطش عليه التونة ولا اي حاجة، احنا كده بس قلبناه وسبناه يتبل مع حاله، ومش هنحط عليه اي حاجة دلوقتي. هنحمر البطاطس بتاعتنا، وبعد كده هنحط بقى التونة على البصل. ولكن الحقيقة انا ملحقتش اصلا، يعني انا ملحقتش اعمل الخطوة دي لان الاكلة كلها اتغيرت. خلوا بالكم من انواع زيوت القلي برضو، لان في انواع اللي هي بتبقى رخيصة قوي او كده، بيقولوا ان هي بتبقى معاد تدويرها من الزيت القديم.
ودي طبعا حاجة مضرة جدا للصحة. الزيت اللي هو بيتباع ويعاد تدويره ده المفروض ان هو بيعاد تدويره في الصابون او كده، واحيانا بيتم عمل منه زيت اللي هو بيبقى تحت السلم ده. فخلوا بالكم من الانواع اللي هتجيبوها، لازم تكون معروفة وتكون سعرها مناسب، يعني ما تسترخصوش في موضوع الزيت لانه مهم جدا. هنحمر بقى البطاطس بتاعتنا عادي خالص، وهنبتدي بقى ان ايه نحضر الليمونة والخيار اللي هنحطه جنب طبق التونة. انا طبعا بعصر على الليمون على الاسف على التونة ليمون، ممكن ما تعصروش عادي خالص، يعني دي مش حاجة. وبناكل جنبها اي نوع خضار بقى، خيار، فلفل. تقشير الخيار ده حاجة مهمة، لان يعني الجلد بتاعه ممكن يبقى عليه حاجة ما عرفناش نشيلها في الغسيل او كده، فانا بفضل ان انا اشيل القشر. ده الشفت بقى اللي حصل، الاكله اتغيرت خالص، لان يعني يعني احدهم قال او تاني قالوا عاشر مثلا لا مش هناكل التونه، فغيرنا الاكله وجبنا سمكيه او يعني سمكتين ماكريل. كانوا سمكتين او سمكتين ماكريل، وكان في شويه مكرونه مقليين من قبلها ورز وايه واكلنا يعني. دي سفرتنا. الحقيقه انا كنت في اليوم ده معايا جارتي، وهي يعني هي اللي غيرت السيستم كله وقالت لا خلينا بقى في السمك ده. السمك ده جاي جاهز، هو ماكريل بيتعمل كده سنجاري، والحقيقه المحل ده بيعمله حلو جدا. وانا من قبلها بيوم اصلا كان عندي سمك مكرونه زي ما انتم شايفين، حطاه على جنب كده وحطيته بقى جنب الاكل علشان ناكل ده مع ده. الحقيقه احنا اتصرفنا، بس عايزه اقول لكم سمك الماكريل كان تحفه. بصوا بيطلع كده يعني فصوص وبيبقى تحفه تحفه بجد. لو عجبتكم افكار الفيديو حاولوا ان انتوا تتابعوني او تسيبوا لي لايك او كومنت جميل منكم، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله مع فيديو جديد في افكار جديده، حكايات جديده يعني. وادعوا لي بقى بالتوفيق، واشوفكم على خير. باي باي. جربوا الماكريل سنجاري، تحفة تحفة.